المسخن الفلسطيني هي أكلة الدلال، وبهاي الطريقة كل جزء بالدجاجة متشبع بالنكهة وذايب تماما، وأطيب شي بيها الخبز اللي جوا الدجاجة مليانة نكهات. أضيف أول شي كمية زينة من زيت الزيتون، بعدها الدجاجة أغسلها زين وأقسمها بالنص أو على عدليتها بكيفكم وأشوحها من الجهتين. أضيف عليها البهارات الصحيحة، ورق غار وفلفل أسود وقرنفل ودارسين. كمية زينة من البصل الأحمر، أني ما كان عندي فضفت البصل الأبيض وأغطيه أخليه منه لما يستوي على راحته. بنات لا تخافون، هو البصل يذب مية ويصير عندنا هيج وتستوي بيه الدجاجة تمام. بعدها ضفت له الملح وشوية كمون وياه كمية زينة من السماق ودبس الرمان، وأخليها تتسبك تقريبا ربع ساعة. أرجع أغطيها، وهاي النتيجة كانت عندنا بعد ما استوى تماما. أطلع الدجاجة والبصل وبالمي مالتها أغمس أي نوع خبز انتو يعجبكم. أنا استخدمت العيش اللبناني على مود تكتسب نكهة وتقرمش. بعدها خليتها بالقالب وضفت عليها الدجاجة ودخلتها للفرن بس تتحمص عندنا من فوق. جربوها، الطريقة كلش طيبة وسهلة، وألف عافية عليكم.